صباح الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا شايفين الاكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. ده فطارنا بقى. حبيت اوريكم البطاطس المقليه، بس ما بتاخدش زيت، ما بتشربش زيت. بتكون ازاي؟ بنسلقها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنقليها، فبتطلع بالجمال ده. وكمان البتنجان ده والفلفل برضو مسلوقين اهو، زي ما انتم شايفين، مش شاربه زيت ولا حاجه، ما شاء الله عليها اهو. ومن جوه طريه وحلوه، ومن بره مقرمشه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الاكل دوت اهو، طماطم وخيار وفلفل مقلي، وبتنجان مسلوق، وبطاطس مسلوقه ومقليه. ده ما شاء الله يكفي 6 افراد. لو انتي روحتي اشتريتيه من عند الراجل بتاع الفول والطعميه، هتدفعي قد كده ومش هتشبعي. فالنهارده ان شاء الله مع بعض هنوفر ونعمل اكل نضيف وصحي، وكمان ايه، يكفي ايه كل اولادك اهو. انا كده بعد ما خلصت الاكل كله، وهنعمل مع بعض الاكل واحده واحده. بسم الله ما شاء الله على طعمه وعلى جماله وعلى نظافته، وكمان هيكفينا وزياده. نسمي كده بسم الله، ونجيب 3 بطاطسيات حلوين كده او كيلو، نغسله كويس ونخرطه طرنشات زي ما انتم شايفين كده. وكمان نغسل البتنجان ونشيل الاقماع بتاعته والفلفل، ونبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الحاجة بتاعتنا زي ما احنا متعودين يبقى فيها بركة. هنخرط مع بعض كده البطاطس صوابع اهو. يعني بدل ما نروح نشتري ب30-40 جنيه فطار، نعمل الفطار في بيتنا ويبقى زيادة ويفيد ويكفي كمان اهو. نخرطه كده زي ما احنا بنخرط البطاطس صوابع كده. هجيب طبق احط الكمية بتاعتي فيه. طبعا البطاطس مغسولة كويس، البتنجان مغسول كويس، والفلفل مغسول كويس، وبسم الله ما شاء الله. تبقي مطمنة كده وانت بتأكلي عيالك. هكمل بقية الكمية اهو. واكون مجهزة ايه على النار. اكون مجهزة حلة مية بتغلي، فيها ملح وحبة زيت صغيرين وحبة كمون. نخرطها بقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو، بالشكل ده. نخرطها كل البطاطس، نخرط الكميه كلها بالشكل ده لغايه ما ايه، نخلص الكميه بتاعتنا. والبتنجان لو اكبر ماشي عليه صابع اهو، تجيبي كيلو بتنجان برضو، لان الراجل بتاع الفول والطعميه ده بيدي حبه صغيرين مش بيكفوا حد، وناشفه وحادقه. فانا ليه اعمل حاجه في بيتي احسن واسلم. همسك البطاطس كلها اعملها بنفس الطريقه. نخلص بقى الكميه كلها مع بعض. وكنت طول ما انتي بتخرطي الحاجه او بتقطعي الاكل، تسمي بسم الله وتصلي على رسول الله، وتذكري الله كده في كل اكلك. بصوا من البتنجان عامل ازاي صابح وجميل، وكمان الفلفل بسم الله ما شاء الله كل حاجه صابحه برضو اهو. انا بقى ايه، بكمل بقيه الكميه بايدي كده، مش على الرخامه. برضو دي طريقه تانية. نخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها من البطاطس كده والتقطيع بتاعها اهو. نقطع كده التقطيع ده، بس براحه على ايدك عشان ممكن السلاح يبقى حامي، السكينه حاميه. اللي بيعرف يعمل كده اسرع، اللي عايز يعمل على الرخامه برضو الطريقتين كويسين. الصباع يبقى حلو كده، وفي ناس بتحبه رفيع كده زي بتاع الفول والطعميه، وفي ناس بتحبه تخين، لان البطاطس بتبقى جواها لحم كده، وتبقى حلوه لما بتيجي تتحمر وهي مسلوقه. فبتقطمي البطاطسيه بتلاقيها من جوه فيها لحم ومن بره مقرمشه. نكمل الكميه بتاعتنا.
نخرطها برضو بنفس الطريقة لان دي برضو اسرع شوية. انا عاملاها تخينة لان لما باجي اقليها اولا بتبقى مسلوقة، ما بتاخدش زيت وما بتتقليش، يعني بتتقلي بسرعة، وبتبقى من جوه طرية ومن بره مقرمشة ومش شاربة زيت. الطريقة دي حلوة قوي 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 في قلية البطاطس. خلصنا الكمية بتاعتنا كده كلها اهو. تعالوا بقى معايا اهو. وكمان البتنجان برضو مجهزينه بس مش هنفتحه. البتنجان لازم يبقى مقفول، لو هتسلقيه لازم يبقى مقفول، لو هيتقلي هيتفتح، هيتشق ويتفتح عشان خاطر ايه، المسلوق لو دخل فيه ميه ما بيبقاش كويس. الميه بتاعت الغليان اللي احنا نغلي فيها البتنجان المسلوق لازم البتنجان تبقى مقفوله. هنجيب حله كده ونحط فيها ايه يا حبايبي، نحط فيها شويه ملح، انا حاطه فيها شويه ملح وحبه زيت ورشه كمون كده صغيره. ننزل بقى بالكميه بتاعتنا كلها والميه كده تكون سخنه بتغلي يعني. هنسلقها في قلب الميه، تسقطيها كده اهوت بالمعلقه عشان تبقى الميه فوق البطاطس. هتاخد بتاع 10 دقايق وتستوي. نيجي بقى ايه للبتنجان بتاعنا الجميل ده اللي ما شاء الله منور ده، هو الفلفل الاخضر الجميل ده. نشيل بقى الاقماع كده مع بعض، القمع بتاع قرن الفلفل زي ما شلنا برضو الاقماع بتاعت البتنجان. وزي ما قلت لك البتنجان ما بنشقوش لما نيجي نسلقه، المقلي هو اللي بيتشق، هو بيتقلي. البتنجان المسلوق بيفضل سليم، يتحط في الميه سليم. اهو خلصت الفلفل كله، ارمي بقى دول في السله كده. كده انا حضرت البتنجان والفلفل زي ما انتم شايفين، نخلي البوز ده كده فيه. في ناس بقى بتشيل البوز، لكن لا، ليه؟ طب ما هي البتنجانه كلها على بعض. ونروح البطاطس بتاعتنا نقلبها كده تقليبه، نشوفها ايه اخبارها. باقي لها حبه صغيرين ان شاء الله تتسلق. نشوف بقى ايه اللي ورانا هنعمله تاني في باقي الاكل. الحاجه ديت السلق بتاع البطاطس ده بيوفر زيت، وبيطلع البطاطسايه ناشفه ومقرمشه من بره وطريه من جوه، وبتخلي البطاطسايه صفرا كده وجميله. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نيجي بقى ايه للبتنجان بتاعنا اهو. ده بقى ايه، ده قرنين فلفل انا قطعتهم كده عشان اعمل ايه الخلطه اللي هحشي بيها البتنجان المخلل. كم قرن فلفل، قرنين فلفل او 3. لو انت مش بتحبي فلفل حراق يبقى تحطي فلفل رومي، احنا بنحبه حراق. وكم فص توم كده بتاع 3 فصوص توم او 4، نخرطهم اهو عشان هنضربهم في الكبه. وكمان هنضيف معاهم طماطمايه وحبه ملح وشويه كمون ورشه سكر عشان تعدل الحموضه بتاعت الحاجه المخلله. كده البطاطس خلاص ضغط على سوا اهي، قربت تتسلق. وكده اهو البطاطس زي ما انتم شايفين اتسلقت اهي. دي بقت الكميه هحطها. وهنا بقى حاطه حله تاني برضو على النار هسقط فيها البتنجان بتاعي عشان اسلقه. حاطه برضو شويه زيت وحبه كمون وحبه ملح اهو. نزلت بالكميه بتاعت البتنجان كلها. البتنجان بقى ما بياخدش وقت في السلق.
يعني المية بتبقى بتغلي وهو البخار بتاع المية كمان بيسويه بسرعة. تعرفي ازاي ان البتنجانة اتسلقت؟ اللون بتاع البتنجان بيتغير والبتنجانة بتبقى طرية كده اهو. سقطنا بقى الكمية كلها، حبة كمون، زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى ايه الخلطة اللي هحشي بيها البتنجان: فلفل وطماطم وتوم وحبة خل وحبة كمون ورشة سكر. دي بقى ايه ده الحشو بتاع البتنجان. شايفين منظر البتنجان اتغير ازاي كده؟ ايه دخل على سليق، اللون بتاعه اتغير خالص اهو. نحاول نغطس البتنجان كده زي ما انت شايفه اهو. وهنا بقى الصينية حاطة فيها زيت والزيت سخن. عشان ايه؟ عشان بعد ما سلقت البطاطس ادخل بقى ان انا ايه احط البطاطس تتقلي. دي كده توفر معايا في الزيت وتخلي البطاطس مقرمشة وطرية من جوه. تبقى احلى بطاطس، احلى من المقلية على طول، احلى من اللي احنا بنخرطها وبنقليها على طول. طعمها احلى والقرمشة بتاعتها حلوة واللون بتاعها بيطلع اصفر دهبي كده. نزلت بقى بالكمية بتاعتي كلها في الصينية بتاعت الزيت. يكون الزيت سخن اهو. شايفين اهو دخل على يعني استوى اهو، اللون الاصفر بدأ يظهر. نقلب كده عشان البطاطس ما تحرقش من جنب وجنب، عشان الكمية كلها تبقى ايه مقلية زي بعض، مفيش حاجة بيضة وحاجة صفرا. طول ما احنا واقفين على البطاطس ايدينا فيها، هنستنى دقيقة ونقلب. وادي البتنجان خلص، طفيت عليه سلق. اصفيه بقى من المية بتاعته. يكون جنبك طبق كده وتاخدي من مية البتنجان تروحي مطلعه على طول في طبق كده. طبعا زي ما احنا عارفين البتنجان ما فتحناهوش سليم زي ما هو، ونطلعه من السليق سليم زي ما هو. هنفتحه بعد ما يتسلق. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله اهو. خلصناهم. ممكن كمان يقضيكي فطار وغدا، لان انا هعمل جنبيهم مكرونه سباكيتي وصلصه جنب البطاطس والبتنجان المخلل. في احسن من كده بقى؟ وفرتي في الفلوس اللي انت كنت هتروحي تشتري من بتاع الفول والطعميه. وفرتي كميات اهو ونظافه. ووفرتي كمان فلوس ان انت هتزودي، ممكن تتغدي من نفس الاكل ده برضو، بيبقى طعمه جميل بسم الله ما شاء الله. تقلبي كده برضو اهي البطاطس، نقلبها برضو كده تقليبه كمان. انا عارفه ان انا طولت عليكم الفيديو، بس والله يعني الحاجات ديت بتبقى مفيده كده اهوت، والحاجه بتعمليها في البيت بتبقى كتيره بسم الله ما شاء الله، وربنا مزودها كده وفيها بركه. مسميه وذكر النبي عليها وذكر بسم الله وعامله اذكار عليها، فالحاجه بيبقى فيها بركه سبحان الله. واحسن من بره. حاجة بره مش حلوة ومش نضيفة، الله اعلم بتتعمل ازاي، الزيت بيبقى شكله ازاي، انت بتحطي حاجة نضيفة. هنا بقى هنزل بايه؟ باقي كمية البطاطس عشان اقليها. اقلبهم كده في الزيت. دي باقي الكمية، يعني هي كده ايه اخر حبة دول. هياخدوا الصدمة عشان الزيت سخن. اخدهم بقى على جنب كده، اركنهم على جنب كده. وهنزل بقى بالفلفل اللي انا كنت عايزة اقليه كده. انا مفتحة الفلفل ده عشان ما يفرقعش في وشك وهو بيتقلي. نقلبه كده ونظبطه في الزيت. وانتي بتقلي ابعدي وشك عن الزيت، لان انا اتلسعت كذا مره، فابعدي وشك عن الزيت عشان الزيت ساعات بيطرطش. نشيل بقى الحاجات كده، ننضف حوالينا كده من على البوتاجاز.
هوريكي بقى البطاطسية عاملة ازاي، صفرا اهي بسم الله ما شاء الله ومقرمشة وطعمها اللهم بارك. كفاية ان انت عاملة حاجتك كلها في البيت. هنا بقى نيجي البتنجان بتاعنا الجميل ده، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللي زي القمر ده. نشقها كده البتنجانة بعد ما اتسلقت، شقيناه اهو، الاول ما شقيناهوش هو لسه سليم. نمسك الكمية بتاعتنا كلها نفتحها كده اهو. ده ايه الجمال ده. انا رحت عند الراجل بتاع الفول والطعمية كان اداني شوية في كيس قد كده ب10 جنيه اهو. نفتح الكمية كلها، ولا طعمه بقى بعد ما تاكليه ويقعد شويه كمان، وكمان لو قعد شويه في التلاجة في علبه كده قفلتيها وبات، بيبقى احلى واحلى واحلى زي العسل. زي ما انتم شايفين فتحنا الكميه كلها بتاعتنا بتاع البتنجان. انت بقى حسب ما انت عايزه تعملي كيلو ونص كيلو. وادي الحشو بتاعنا، الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي الفلفل والثوم والطماطم وحبه خل وحبه كمون. وننزل بقى ايه، نحشي البتنجانه كده بتنجانه بتنجانه كده اهو بالحشو بتاعها الجميل ده كده. احنا خلينا بتنجان ايه يعني، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولا احسن بتاع مخلل ولا احسن بتاع فول وطعميه. حشينا الكميه اهو. اتفرجي بقى على الحلاوه وانتي بتاكلي. احشي كده البتنجانه من جوه واقفلها كده اهوت. كل ما بيقعد كل ما بيحلو. يعني انت لو عايزه تعملي كميه مثلا في علبه كده كيلو، كيلو ونص، اتنين، زي ما انت عايزه، وتسيبيه في العلبه وتقفلي عليه، ما شاء الله عليه تحبي تاكلي منه. يلا قربنا نخلص الكميه، معلش انا طولت عليكم انا عارفه، برخم انا عليكم اهو يا حبيب قلبي. والله بس بحب اوريكم الحاجه وانا بعملها، يعني ايه، حاجه حاجه كده بضمير. خلصنا كده بقى البتنجان بتاعنا الطبق الحلو الجميل ده. مهم. شايفين الطبق عامل ازاي؟ ايه رايكم؟ والله يفتح النفس، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده بقى الفطار على حق. حشيته اهوت وخلصته وظبطته ومية مية. وكمان البطاطس خلصت ومستنيه الكميه التانية تعمل. لكن لو رحت اجيب من عند الراجل بيحطوا لي شويه، وممكن احطهم يعني في سندوتش من الاخر، يعني الكميه اللي هو بداني تبقى تعتبر ان انا احطها في سندوتش ما تقضيش حتى انا وعيالي. وادي البطاطس، شايفين الجمال. كده خلصنا البطاطس وخلصنا البتنجان، وهناخد بقية كمية البطاطس هنخرجها. بس البطاطس التانية اللي هي مع الفلفل هتبقى ايه، دي مش حراقة، التانية هتبقى حراقة شوية عشان مقلية مع فلفل. والفلفل خلص اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال دوت. وكمان باقي الفلفل اهو كمان. الراجل بيحط لك قرن فلفل في الكيس. شوفي انت عاملة قد ايه، وخيارة كده متقطعة ومظبطة الدنيا. اللهم بارك. كل حاجة فيها بركة، ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى انا كنت محضرة حلة حطيت فيها المكرونة عشان هعمل مكرونة جنب البطاطس. سلقت المكرونة الاسباجيتي بتاعتي وظبطتها. لا دي ملكوش دعوة بيها. هنا بقى صفيت المكرونة اهي طالعة زي الفل اهي، ولا معجنة ولا اي حاجة خالص. وادي الصلصة بتاعتنا. انا طبعا من عادتي ان انا بجيب الطماطم وبغسلها سليمة وبحطها على النار تتسلق مع نص كوباية مية. يلا بقى كده خدنا جبنا التومة المفرومة كده، تومة حلوة كده،
راس توم حلوه كده فرمناها. دي بقى الكميه التانية برضو ملكوش دعوه بيها. واحنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا ريت يكون عجبكم. بطلب منكم بقى ايه، لان انا زعلانه قوي، الكومنتات والشير واللايك. انا حاسه ان التفاعل مفيش تفاعل، يعني لو مش عاجبكم المحتوى بتاعي اقفل القناه بقى. انا بتشجع بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.